صدر التكليف من الإخوان الهارب يحيى السيد إبراهيم موسى. مين يحيى السيد إبراهيم موسى؟ طبيب مطلوب ضبطه في عدة قضايا، كان المتحدث الرسمي باسم وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد وقت الرئيس المخلوع محمد مرسي، والهارب بتركيا حاليا، ويقود مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم في مصر لارتكاب هذه العمليات، ومنها حادث اغتيال النائب العام. وصدر التكليف على نفس الخط لأحد كوادر حركة حماس في غزة، أحد عناصر جهاز الاستخبارات التابع لحركة حماس، بتنفيذ هذه العملية في إطار عدة عمليات متتالية. ثم بدأ عدد من العناصر التي كلفت بارتكاب العملية في التدريب على بعض الأعمال المتصلة بالتفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكري والتدريب على رصد المواقع على يد عناصر من حركة حماس في غزة، وأشرف على تهريبهم من سيناء